السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد. مكملين مع بعض شغل الركنة بتاعتنا، والناس اللي متابعة الفيديوهات اللي ورا بعضها دي عارفة ان احنا واخدين شغل الركنة ده من البداية للنهاية، من اول ما اشتغلنا فيه، واخدين شغل الخطوات بتاعة التنجيد ورا بعضها متقسمة على فيديوهات. النهاردة هنتكلم عن البضاعة المستخدمة في الركنة دي، وهنتكلم عن المرحلة اللي وصلنا لها في التنجيد. اول حاجة خلينا نتكلم عن البضاعة المستخدمة. طبعا انا قلت في الفيديو اللي فات ان السفنجة بتاعة الدار كانت معمولة بسفنج هايبر كثافة 40، والكثافة 40 ديت اصلا بتتعمل للقواعد، بس احنا بنجيب سفنج فرز تاني بيبقى نازل منه كثافات عالية قوي مش موجودة في الفرز الاول. الحاجات دي بتيجي مخصوص لزوجي، فبتجيله كمية منه وبيشتغل بيها الدهور والدراعات والحاجات دي عشان يطلع شغل يعني مستوى عالي وكثافات تبقى محترمة تعيش عند العميل. اللي متصور دلوقتي دي الدراعات بتاعة الركنة، هي متنجدة اهيت، وقلت لكم هي بتتنجد لوحدها وبعدين ترجع تاني تتركب بعد ما الركنة بتتفنش تماما، بتتركب هي في الاخر خالص. القاعدة عندنا هنا معمولة سفنج كثافة 45 عليه الفايبر رول، بتبقى عليه طبقة على السفنج كلها. بعد كده بنجيب القماش بتاع الركنة بنخيطه زي ما انتم شايفين كده، بتخيط مقاسات معينة بالمتر بالسنتي، بتطلع المربعات ديت بتبقى كلها نفس المقاس. بتتخيط على المكنة، وبعدين بيبدأ زوجي يثبت القماش زي ما انتم شايفين كده من الزوايا عشان يقطش القماش الزيادة او يقص القماش الزيادة، وبعدين يرجع يخيطه تاني على المكنة. فبتتلبس الكسوة دي زي التلبيسة كده، وبعدين بتتدبس من الأربع جوانب. وفي الآخر خالص بعد ما بيفنش القطعة اللي معاه دي أو الكنبة اللي معاه دي، بيعمل النغز اللي هي في الخياطات اللي احنا عاملينها دي. كل ده هيبان في الفيديوهات الجاية ان شاء الله. استنونا وتابعونا في السلسلة بتاعتنا، وما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة، والسلام عليكم.